رسالة شكر ونداء من القلب، تحية إجلال وتقدير إلى كل أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات الخاصة والقوات المساعدة. ألف شكر لكم على مجهوداتكم الجبارة وتضحياتكم السريعة والمشرفة لحماية هذا الوطن من كل فتنة أو تخريب. دمتم درعا حصينا للوطن وسندا لشعبه، ولا يفوتني أن أرفع شكر العميق لكل مغربي ومغربية وقفوا وقفة رجل واحد وقالوا بصوت عال: لا للتخريب، لا للفتنة، لا للخيانة. أنتم الصورة الحقيقية للوطنية، أنتم من أثبتتم أن المغرب لا يكسر وأن وحدتنا أقوى من كل المؤامرات. لكن رسالتي الأخيرة موجهة إلى حكومتنا المحترمة. لقد قلنا كلمتنا ضد الفتنة، والآن حان دوركم لتقولوا كلمتكم بالفعل. نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب فقط بما هو حق لكل مواطن: صحة تحفظ كرامتنا حين نمرض، تعليم يفتح أبواب الأمل لأبنائنا، عمل شريف يحمي الشباب من الضياع، أسعار معقولة تعيد التوازن إلى حياتنا اليومية. من غير المعقول أن يدخل المواطن المستشفى ليجد أول من يستقبله الحارس لا الطبيب، ومن غير المقبول أن يصبح العلاج مرتبطا بالمعارف بدل الكفاءة. لقد تعب الناس من الانتظار وتآكلت أعصابهم من الألم، حتى صار الكثير منهم يتوجه إلى الصيدلية بدل المستشفى يشتري مسكنا يخفف المرض لا يشفيه. بلادنا تستحق الأفضل، وشعبنا يستحق أن يعامل بكرامة. فلتكن أولوياتكم واضحة: الصحة، التعليم، الشغل، وخفض الأسعار. هذا هو الطريق الحقيقي لبناء مغرب آمن قوي ومزدهر. من القلب، عاش الوطن وعاش الملك وعاش الشعب المغربي الأصيل.